السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة وسلطنة جديدة. قبل ما نبدأ حلقة اليوم، بالنسبة للحلقة الماضية تنويه بسيط الحلقة الماضية اللي تناولنا فيها سلطنة قلدي وإمام هراب، في كتاب بالفعل ذكر هاي السلطنة بشكل مفصل، خاصة قلدي. فأنا من فترة كان معي الكتاب، استعرته من المكتبة هون، مكتبة عندنا في مدينتنا، استعرتها، والكتاب هو باسم صومالي سلطنة، طبعا مقلوب يمكن عندكم ما أدري. هذا الكتاب يتناول لما سقطت آتشوران السلطنات أو القوة التي ظهرت في ذلك الزمان في من مقدشو لكسماية، يعني جنوب الصومال. الكتاب من تأليف فرجينيا لولينغ، هذه مؤرخة بريطانية زارت الصومال في شبابها وكتبت عنه. الكتاب تقريبا نقدر نقول مع الفهرس أو مع المصادر والبيوغرافي 300 صفحة. هي كمان ذكرت فيها، حكت عن إمام هرابة والقبائل اللي كانت موجودة وقتها، وجابت كمان حكت كتير، تطرقت لسلطنة زنجبار وسلاطين زنجبار والتأثيرات اللي صارت والموانئ وأنا على فكرة الكتاب منشنته وذكرته في أسفل الفيديو كمصدر للحلقة نفسها، وأنا أصلا اختصرت فيها أشياء كثيرة، فيها بعض الحروب اللي خاضتها كمان قلدي، بس أنا ما ذكرتها يعني كون الحلقة بعدين بتطول. أنا أنصحكم بهذا الكتاب عن جد وتستعيروه، يعتبر هو بصراحة نادرة تاريخية. الكتاب أقصد أنه ما له مش بالعربي أو ما ترجم، لا بالعربي ولا بالصومالي، بس بالإنجليزي. وفي صور كمان نادرة في الكتاب التقطتها المؤرخة نفسها الإنجليزية. وقرأت أنا عن الكتاب أنه هي كان حلقة بحث لرسالة دكتوراه أو ماجستير كانت بتقدمه بجامعة بريطانيا، ونجحت فيه كحلقة بحث، وظل كتابها مرجع ومصدر عن التراث والحضارة الصومالية بين القرن 17 إلى القرن 20 يعني. وفي صور جميلة جدا هي التقطتها في ذلك الزمان، أنا هحط لكم الصور بصور لكم إياها. وكمان أول مرة أنا أدري أنه قدرت توزع القبائل، يعني في قبائل ذكرتهم بالكتاب بالاسم وعشائر صومالية، مجهود رائع بصراحة. سلطنة هذه الحلقة اليوم هي امتداد إلى حد ما عن سلطنة عدل أو أودال. طبعا هي نفسها سلطنة الإمام الغازي أحمد قري. اللي ما تابع الحلقة يرجع يشوفها، راح أترك لكم الرابط. هذه السلطنة هي امتداد لها، مع أنه الفارق اللي ظهرت فيه كان بيناتهم فترة يعني ليست بالقليلة، ولكن قامت على أراضيها. نرجع شوي الذاكرة لورا. عندما سقطت سلطنة أودال أو عدل سنة 1577 ميلادي، طبعا بآخر سلاطينها آنذاك، السلطنة انقسمت ممالك وسلطنات كالعادة، يعني مثل ما صار ببقية السلطنات الصومالية. أهمها إمامة أوسا، فيما بعد أصبحت سلطنة أوسا. هذه السلطنة عاصرت الاحتلال الإيطالي، وطبعا هي اليوم على أراضي دولة إريتريا. أيضا ظهرت سلطنة هرار أو هرر. هذه السلطنة أيضا ظلت إلى قدوم أيضا الاحتلال الإيطالي والبريطاني في المنطقة. أما الموانئ خاصة ميناء زيلع فأصبحت بيد الإمبراطورية العثمانية إداريا، لأنه لم تكن هناك قوة فعلا تستطيع الدفاع عن هذه الموانئ خاصة ميناء زيلع. وحتى لا
ترجع، يعني يرجع أباطرة الحبشة أو الملوك الإثيوبيين ويستولوا على الموانئ ويتحالفوا مع البرتغاليين أو أي قوى معادية، ويصير في تهديد بعدين للدولة العثمانية نفسها. لأجل ذلك أصبحت السلطنة تحت نظر الدولة العثمانية إلى حين ظهور سلطنة إسحاق اللي راح نتحدث عنها اليوم، وهي اللي استطاعت السيطرة إلى وقت طويل وامتلكت أراضي شاسعة في شمال شبه الجزيرة الصومالية. هي السلطنة الصومالية حكمت شمال شبه الجزيرة الصومالية، وتأسست منتصف القرن الثامن عشر الميلادي إلى حين قدوم الاحتلال البريطاني. كان سلاطينها من آل جوليد. مؤسس السلطنة هو السلطان عبد إسحاق، ولكنه رشح ابنه أن يكون سلطانا بدلا عنه، وكان هو بمثابة الوصي على السلطنة. وكان السلطان جوليد بن عبد إسحاق هو أول سلاطينها. عملة السلطنة الدينار، عاصمتها مدينة تون، وهي تعتبر إلى يومنا الحالي مسقط رأس سلطنة إسحاق. ثم انتقلت العاصمة بعد فترة قصيرة إلى مدينة هرقيسة. سجل للسلطنة 5 سلاطين أقوياء، وحكموا أراضي شاسعة ومترامية الأطراف بموقع استراتيجي مطلة على خليج عدن والبحر الأحمر، وكان لهم جيش سلطاني خاص. أبرز سلاطينها هو السلطان ديرية بن حسن. تميز هذا السلطان بالحكمة والفطنة، وهو حفيد أول سلاطين السلطنة. عاصر أيضا الدراويش، وكان من أطول حكام السلطنة حكما. وقع معاهدات حماية مع بريطانيا سنة 1884. ومن أهم موانئ السلطنة ميناء بربرة، وهي من الموانئ التاريخية القديمة. الميناء هو نفسه ميناء ملاو القديم، وكان ميناء صومالي مهم يربط تجارة البحر الأحمر بالمحيط الهندي منذ القرن الأول بعد الميلاد، وكان أيضا سوق نقدي عالمي مهم للتجار الذين يتبادلون البضائع بالعملات. وكذلك كان للميناء تجارة متبادلة إلى الإمبراطوريات اليونانية والمصرية والرومانية القديمة. لأجل ذلك أهمية بربرة يكمن في كونه أقرب ميناء أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية. مدينة بربرة أيضا ذكرت في مذكرات وكتب عدة رحالة ومؤرخين وجغرافيين مثل ابن بطوطة وابن سعيد في القرن الثالث عشر الميلادي. وظهرت في خريطة العالم للإدريسي. وزار المدينة أيضا المستكشف العربي أحمد بن ماجد. وأيضا وصف المدينة ومينائها بدقة العالم الصيني دوان تشينغ شي. ولا ننسى أيضا أنها كانت من الموانئ المهمة لسلطنة إيفات وعدل، ولقد قصفت عدة مرات من قبل القراصنة البرتغاليين، والذين حاولوا السيطرة على الميناء ولم يستطيعوا ذلك. وكذلك وصف الأميرال العثماني سلمان الريس تجارة بربرة، والتي كانت غنية باللؤلؤ والذهب والمسك وتجارة العاج. سلاطين إسحاق كانوا أذكياء جدا، حيث أبقوا مناطقهم وحدودهم الداخلية خالية من الدخلاء والأجانب، ولكن جعلوا بربرة فقط مركزا عالميا مفتوحا على التجارة البحرية وطريق الحرير. كانت بربرة أهم ميناء في شبه الجزيرة الصومالية بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي. وكان سلاطين إسحاق ينظمون في بربرة معرضا سنويا خلال الأشهر الباردة والخالية من الأمطار بين أكتوبر وإبريل، أي 6 أشهر من كل سنة، حيث يتم تصدير البن والمر واللبان والبخور والماشية وصمغ أكاسيا والزعفران والريش والشمع والسمن وجلود الحيوانات والذهب والعاج. وكانت تجارة حصرية للتجار الصوماليين. وخلال هذا الموسم التجاري يتضاعف عدد سكان المدينة ليصل إلى أكثر من 70,000 شخص. وخلال يوم واحد فقط يصل أكثر من 6,000 من الإبل المحملة بالبضائع القادمة من داخل أراضي السلطنة. زار المستكشف الفرنسي تشارلز كازيفير روشيت بربرة، وقدر إجمالي صادرات الموسم الواحد بأنها
أكثر من 13 مرة من صادرات مثيلتها ميناء مصوع. ونشرت مجلة تجارية عام 1856 ميلادي وصفت فيها بربرة بأنها الميناء الأكثر حرية في العالم وأهم مكان تجاري في الخليج العربي بأكمله. لأن بربرة كانت بالفعل مستقلة عن أي قوة أجنبية، لم تكن موجودة على أراضيها أي قوة أجنبية. أيضا كان يتم تصدير الحليب والزبادي عبر ميناء بربرة في ذلك الزمان. طبعا هاي المعلومة استوقفتني جدا، لأن معروف الحليب والزبادي هي من المنتجات اللي تفسد بسرعة، صلاحيتها يعني قصيرة، فكيف كان يتم تحميلها عبر الجمال ثم يتم تصديرها عبر السفن، وهذه السفن تأخذها، لأن هذاك الزمان ما كان فيه لا ثلاجات ولا مواد حافظة مثل زماننا هي. هذا شيء عجيب. هذه الطرق أيضا كانت طرق الحجاج، فكانت قوافل الحج تسير إلى ميناء بربرة. مبعوث حاكم بومباي وصف بربرة بأن بها 5 إلى 6 أبراج مع حراس مسلحين مهمتهم تنظيم التجارة وحفظ أمن المدينة، وهم من الفرسان الصوماليين الأقوياء. سلاطين إسحاق فتحوا موانئهم على التجارة العالمية، خاصة ميناء بربرة، لأن كان الشريان الرئيسي للسلطنة في ذلك الزمان. رغم أن ميناء بربرة كان ميناء متحرر جدا بالتجارة، ولكن كان يمنع سيطرة التجار العرب والهنود على الموانئ، بعكس ما رأيناه في السلطنات التي حكمت مقدشو وما حولها. احنا بنتكلم عن موانئ مركا، براوة، ميناء مقدشو، كسمايو، في هذيك المنطقة. طبعا الميناء طبعا كمان كان مفتوح على تجارة عالمية، ولكن كان مسيطر عليه من قبل التجار العرب والهنود والفارسيين أكثر من سيطرة التجار الصوماليين في ذلك الزمان، وكان ذلك بمثابة قانون ملاحي خاص لسلاطين إسحاق. كان هناك تبادل تجاري مهم بين ميناء بربرة وموانئ بومباي ومسقط وجدة والمكلا وعدن وغيرها. في منتصف القرن 19 الميلادي عرفت القهوة المصدرة من السلطنة باسم قهوة بربرة، وذلك لأن تجار السلطنة كانوا يشترون حبوب البن من إقليم هرر أو سلطنة هرر. طبعا هرر اليوم تعتبر ضمن الأراضي الإثيوبية. كانت تشتري حبوب البن من هناك، ثم تعيد تصديره إلى السوق العالمية عبر ميناء بربرة، وكان يصنف وقتها على أنه أجود أنواع القهوة عالميا في ذلك الزمان. ولاحظ أيضا الحاكم الاستعماري لعدن وقتها الإنجليزي هينز أن ثلثي القهوة التي يتم شحنها من ميناء مخا إلى جميع العالم هي قهوة بربرة نفسها. سفينة ماري آن البريطانية حاولت في عام 1825 ميلادي اقتحام ميناء بربرة، وبالفعل نزل بعض طاقمها على أراضي السلطنة، ولكن تم قتل العديد من أفراد الطاقم على يد الصوماليين المحليين، ثم تم إحراق السفينة وأسر ما تبقى من البحارة الإنجليز. بعدها فرضت البحرية الإنجليزية حصاراً على الميناء انتقاماً لقتل طاقم السفينة. في الجهة الأخرى من الخليج العربي كانت توجد دولة القواسم، حيث كان سلاطينها أقوياء جداً ولعبوا أدوار مهمة في تاريخ الخليج العربي. كان سلاطين إسحاق متحالفين مع القواسم، وكان القواسم من أهم زوار معرض بربرة السنوي، حيث كانوا يقودون سفنهم من رأس الخيمة والخليج العربي إلى خليج عدن لحضور معارض بربرة التجاري بانتظام، ويتم استقبالهم بشكل خاص من قبل السلطان إسحاق شخصياً، وكانوا في ذلك الزمان حلفاء متقاربين جداً. لأجل ذلك وبعد حادثة ماري آن أرسل السلطان غوليد رسالة مهمة إلى السلطان صقر القاسمي، حيث اقترح عليه تكوين
قوة بحرية عسكرية مشتركة ضد الإنجليز لطردهم من المنطقة، ولكن كان القواسم وقتها في حروب ونزاعات ضد الإنجليز في الخليج العربي. بعد فترة وجيزة من قيام سلطنة إسحاق حدث انشقاق بين أبناء العشيرة نفسها، بين أبناء السلطنة. لأجل ذلك انشق وانفصل منهم وأسسوا سلطنة خاصة بهم اسموها سلطنة هبريونس، نسبة إلى فخذ أو عشيرة من عشائر الإسحاق نفسها. وأيضا أعلنوا سلطان لهم. أول سلاطين هذه السلطنة كان السلطان سجلة. أراضي الأسرة الحاكمة الجديدة كانت مهمة للغاية واستراتيجية، حيث كانت محط عبور القوافل التجارية القادمة من الداخل والتي تذهب أو تعبر إلى ميناء بربرة، وأيضا قوافل الحجيج. بعد عدة سنوات ونصل هنا إلى السلطان الثالث للسلطنة، وهو السلطان حرص أمان، والذي قتل في أحد المعارك الأهلية. تم تقسيم السلطنة أيضا مرة أخرى بين أبناء العمومة بعد مقتل السلطان، ونصب سلطانان، وهو السلطان نور والسلطان عوض، واللذان عاصرا قدوم الاحتلال الإنجليزي إلى السلطنة. وأيضا كما ذكرنا عاصروا السلطان ديرية سلطنة إسحاق، والذي وقع معاهدة حماية مع الإنجليز. بعد ذلك توفي السلطان عوض وبقي السلطان نور، ودعا السلطان نور إلى الوحدة، وبالفعل توحدوا أبناء السلطنة ورجعوا أيضا سلطنة واحدة، بدلا أن كانوا منقسمين أو منقسمين إلى سلطنتين. حاول المستكشف البريطاني ريتشارد بيرتون الدخول إلى داخل بربرة ورصد سفن الإنجليز على الساحل، ولكن تم الهجوم عليهم من قبل المحاربين الصوماليين، واستطاع النجاة بصعوبة وفر إلى عدن، ولكن تم قتل رفاقه من الطاقم الإنجليزي. بعد انبهاره بالميناء والمدينة كتب عنها إلى لندن واصفاً الميناء: بربرة هي المفتاح الحقيقي للبحر الأحمر وشرق أفريقيا، وبوابة قناة السويس والمنطقة ككل. زار العديد من المستكشفين الغربيين هذه السلطنة، أبرزهم المستكشف السويسري هاجن ماتشر، وكذلك الألماني فيليكس روسين. رسموا خرائط للأراضي وكشفوا طريق تجارة القوافل، وكذلك المدن والقرى والعائلات التي تسكنها، وغيرها من التفاصيل الدقيقة والتقسيمات المعقدة. أيضا زارها المستكشف فرانك ليسلي في وقت مبكر، ووصف الأراضي المنقسمة ولمن الغلبة والهيمنة والمعارك الدائرة والوضع السياسي وقتها في السلطنة. السلطان ديرية حسن وأيضا السلطان نور سيظهرون معنا مجددا في دولة الدراويش، حيث لعبوا أدوار مهمة جدا. تابعونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.